السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما وراحة بال يا رب إن شاء الله. النهارده حلقتنا بسيطة جدا، ويعني هنستفاد كده. لو أي حاجة عندك في البيت يعني محتارة تعمل فيها إيه، مثلا يعني عايزة تعمل إفطار، عايزة تعمل غدا، وأنت عندك حاجات كده يعني إيه، مش هتطبخي يعني طبيخ يعني مثلا انا كان عندي حبتين بطاطس، فبصوا قشرت البطاطس وعملتها نظام ايه، هعملها نظام إيه يعني بطاطس مهروسه. وعندي شويه مكرونه هحمصهم بسرعه واضشهم بشويه طماطم، يعني حاجه خفيفه كده الموجود ان شاء الله. حاجه كده يعني زي ما بيقولوا على مجسم، يعني كده حاجه خفيفه وبسيطه والموجود نعمل بيه دايما. تعالوا نشوف النهارده الحلقه بتاعتنا البسيطه هنعمل ايه، ونشوف مع بعض نتعرف. حلقتنا هتكون ازاي ان شاء الله. خليكم معانا ما تروحوش بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يكتب لكم السعادة دايما كده يا رب، والصحة يا رب دايما في حياتكم جميعا يا رب، اللهم امين. النهاردة وصفتنا حاجة بسيطة جدا كده، بسيطة جدا جدا. كان عندي حبتين بطاطس وشوية مكرونة، قلت والله لما اعمل بيهم فطار حلو كده للأولاد، وحاجة مش مكلفة وكده. يعني ما يعني بصوا ما احتجتش ان انا اشتري من بره، لقيت الموجود قلت اعمل بيه. عندي حبتين بطاطس، بصوا كده الاطباق اللي بتتغرف قدامكم دي، ايوه عملنا احنا الاطباق دلوقتي من شويه مكرونه ومن حبتين بطاطس طلعنا الاطباق الحلوه دي. تعالوا نشوف الوصفه مع بعض. عملناها ازاي، وهي يعني بسيطه جدا. مكوناتها ما فيش بطاطس ومكرونه وطماطم، وكله ده كان عندي انا في التلاجة وكده. يعني احنا دايما يعني الشعار بتاعنا بنعمل بالحاجة الموجودة، يعني مش بنعقد الدنيا خالص، الموجود بنعمل بيه. وطلعنا احلى طبقين بطاطس مهروسة ومكرونة محمرة بالطماطم، طلع معانا اكل جميل جدا وطعمه جدا وعجب الاولاد. وما شاء الله، يعني ان شاء الله اعملوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم، وطعمها جميل جدا. تعالوا نتعرف ازاي عملناها الوصفة دي، ونشوف استخدمنا ايه فيها وعملناها ازاي والطريقة وكل حاجة. يلا كده نبدأ ونقول بسم الله. الأول عملنا البطاطس، قشرناها طبعا، قشرناها وغسلناها كويس، وبعد كده قطعناها أي قطع يعني مربعات كده. حطيناها في مية وشوية ملح على النار وسبناها تتسلق. يعني نسلق البطاطس في شوية ملح ومية بس كده. بعد كده جبت حلة عفوا، جبت حلة وبعد كده شوية سمن كده، لأن هعمل المكرونة بتاعتي. نحط بعد كده المكرونه، نحط الكميه كلها. انا مش هعمل حبه وحبه، لا انا هعمل المكرونه كلها، يعني هحمصها كلها في وقت واحد. يعني في ناس بتعمل المكرونه نصها وبعد كده ترمي نصها التاني، لا انا هنا في الوصفه دي حطيت الكميه كلها، لان انا مش عامله كميه كبيره بصراحه، انا عامله كميه على كد فردين كده، او بالكتير 3 افراد يعني. تمام. كده انا المكرونه عندي اتحمصت اهي خلاص. انا عايزه اللون ده بصراحه، مش حابه اللون يغمق عن كده، مش عايزاه اللون يبقى اغمق من كده بصراحه. تمام. هنزل بعد كده، انا كنت عامله شويه طماطم في الخلاط، حوالي 3 4 طماطمات صغيرين كده، ما كترتش. يعني انا قلت لكم اللي كان في التلاجة عندي بصراحه، يعني انا ما اشتريتش مخصوص، لا انا هم اللي كانوا عندي. وقعدت كده اعمل ايه طلعت يعني بالاكله دي كده. شوية البطاطس اللي احنا بنسلقوهم مع بعض دلوقتي، وحبة المكرونة اللي حمرناهم دلوقتي، ونزلنا عليهم شوية الطماطم والفلفل بتاعنا، الفلفل الأسود وملح ونص مكعب مرق، لأن ما حطيتش مكعب كامل عشان خاطر أنا مش حاطة كيس مكرونة كامل، يعني مش كمية مكرونة كتير عشان أحط مكعب كامل. لا ده أنا يعني حوالي نص كيس صغير كده، يعني ممكن يطلع مثلا 250 جرام كده ولا حاجة مكرونة. هنا البطاطس بتاعتي خلاص جربت انا كده، ان خلاص انها يعني خلاص كده استوت يعني بنسبه كبيره جوه كده. هطفي عليها انا كده المكرونه بتاعتي، جلبتها كويس بعد ما هتطلع الملح وتمام، وظبطت الملح بتاعها كده. هغطي عليها انا واسيبها تستوي كده على مهلها كده، عشان يعني ما تتحركش مني من تحت، وهوطي عليها بعد كده. كده انا هطفي على البطاطس كده. البطاطس بتاعتي خلاص كده، انا طفيت عليها كده خلاص. هجيب البطاطس بتاعتي كده خلاص، وهبدأ ان انا الخطوة دي هعمل بعد ما البطاطس اتسلقت. هعمل البطاطس يعني هصفيها. لازم التكاية دي طبعا ما ينفعش ان انا احطها بالمية بتاعتها، هتطلع معايا خفيفة خالص، لكن لازم اصفي مية البطاطس، لان انا عايزة بس البطاطس بس.
هناخدها بعد كده، ما نتأكد ان هي كده صفت تمام خالص. تمام. بناخدها بنرفعها كده تمام، وبعد كده بنحطها في طبق زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اهو. حضرت لها الطبق ده، طبق التقديم يعني، هو الطبق اللي انا ههرسها فيه قدمت فيه بصراحة. دايما يعني دايما كده يا ولاد، يعني البساطة مفيش أجمل منها، البساطة والنظافة في نفس الوقت. يعني دايما كده يا رب كده. أتمنى لكم كل الخير والله يا ولاد، إن شاء الله كده كل السعادة ليكم يا ولاد، كل اللي بيتفرج علينا وبيتابع القناة بتاعتي يا رب كده. ليه مني كل التحيات والسعادة لقلبكم يا رب. إن شاء الله ربنا يكتب لكم كل خير، وإن شاء الله كده كل اللي نفسه في أمنية ربنا يا رب يحققها له يا رب إن شاء الله. لو انتم مستمرين معايا لغايه دلوقتي وبتشاهدوا الفيديو، ان شاء الله ما تنسوش المتابعه وكومنت حلو منكم كده، تشجيع علينا وايه والاعجاب ان شاء الله كده بالقناه بتاعتنا وبالفيديوهات بتاعتنا. انا نزلت بشويه ملح وفلفل تمام كده. انا وشويه ايه، لو عندك زبده حطي، عندك سمن بلدي حطي، عندك سمن عادي حطي، عندك زيت عادي حطي. متاح اي حاجه في الوصفه دي يعني. المهم ان احنا لازم نديها كده سن يعني حاجه كده، ماده دهنيه يعني. ايا كان عندك مثلا زبده حطي زي ما قلت لك، ايا كان يعني. بس هو بصراحه يعني لو كان كمان زبده او سمن بلدي الطعم بيروح في حته تاني جميل جدا جدا جدا. بس انا كانش عندي زبده، انا حطيت يعني كان عندي سمن عادي، سمن نباتي عادي. فحطيت يعني زي ربع معلقه او اكتر من ربع المعلقه بصراحه، لان هي الوصفه دي بتعتمد اهم حاجه البطاطس المسلوقه، اهم حاجه فيها اللي هي ايه، السمن والزبده يعني، او السمن والملح وفلفل. وتاخدي احلى طعم بطاطس مهروسه جميل جميل جدا. نقعد نهرس فيها طبعا، نهرسها يعني هرسه كويسه كده، بننعمها قوي زي ما احنا شايفين زي كده بالظبط. يعني كده انا حبيت قال اعمل كده الطبق كده يعني، قال ازخرفه شويه كده ايوه بالشوكه يعني. وبعد كده كان عندي فلفلايه قطعتها. وبصوا هبدأ كده ان انا ازين الطبق بتاعي برضو يا ولاد. خلي بالكم العين بتاكل يعني مع البني ادم كده، وهو يشوف الطبق حلو كده، فيعني ايه نفسه بتتفتح على الاكل. كان عندي حبة فلفلاية كده في التلاجة، خدتها قلت لما اقطعها واحطها كده نزين بيها الطبق الحلو بتاعنا كده. وبصوا كان شكل الطبق بتاعنا من ايه، من حبتين بطاطس يعني. عملنا احلى طبق، ممكن فطار ممكن عشاء. لا عشاء ممكن، لا يعني لا ممكن غدا لكن عشاء عشان فيه سمن طبعا وكده ممكن هيبقى صعب شويه في العشاء. نحافظ شويه على صحتنا يا ولاد ان شاء الله كده باذن الله. ربنا يديكم الصحه يا رب وطولة العمر جميعا اللهم امين. بصوا الطبق طالع حلو ازاي معانا، بصوا حاجه كده جميله جدا. والطعم، الشكل والطعم يعني حاجه، انا الوصفه دي بعملها كتير يعني. طعمها بصراحة والله جميل جدا، طعمها جميل. هنا المكرونة عندي كده خلاص استوت. انا عايزاها جوسي بصراحة كده. الطماطم الحلوة دي مع المكرونة، بص طالعة واحدة بوحدتها ازاي وما لزجتش مني يعني. بصوا هوريكم شوية، بصوا الحلة طالعة ايه، الحلة طالعة مش لزجت مني ولا حاجة، وطالعة زي الفل. مكرونة واحدة بوحدتها، المكرونة ما تعجنتش مني وجوسي وحلوة كده. ودي كده بنغرف معانا الطبق التاني اهو. المكرونه احنا عملنا الطبق الاولاني عملناه اللي هي بطاطس المهروسه. الطبق التاني اللي هي المكرونه اللي حطينا لها ضفنا لها ايه طماطم في الخلاط. بصوا وصفه يعني، الوصفتين اسهل من بعض والله. لما تحطوهم كده مع بعض هتلاقوهم يعني ايه يعني يعني متوافقين مع بعض. شويه مكرونه بالطماطم مع شويه بطاطس مهروسه يعني. هنا حبه كده تاكلي، ومن هنا كده معلقه تاخدي كده، وشويه الميه الساقعين كده يا ولاد الله. ونحمد ربنا ونقول الحمد لله ان شاء الله. نرضى بالقليل وعشان الكتير يجينا ان شاء الله، ونقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. نحمد ربنا على القليل دايما عشان الكتير ربنا يبعتهولنا ان شاء الله يا رب باذن الله. ربنا يبعت لكم الخير كله والسعاده لقلوبكم يا رب ان شاء الله. ما تنسوش المتابعه للقناه، وان شاء الله المحتوى يعجبكم باذن الله. ودايما كده زي ما بقول لكم اعمل لكم كل حاجه جديده في القناه بتاعتنا تستفادوا منها ان شاء الله باذن الله. يعني انا بتشرف بيكم دايما وسعداء، انا سعاد يعني سعيده ان انتم بتتفرجوا على المحتوى بتاعي. اتمنى لكم كل السعاده والرزق والصحه وكل حاجه حلوه ليكم ان شاء الله يا رب العالمين. عملنا النهارده احلى 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 وصفه تفطر بيها عيالك تغديهم، وطعمها جميل جدا. جربوها والله طعمها جميل ان كان البطاطس او المكرونه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.